تيك توكر اختفت وكشف مكانها حلم. دي بنت اسمها توزار من تايلاند، بتشتغل كشيف في مطعم وبتحب جدا سواقه الموتوسيكلات، وعندها اكونت على التيك توك عليه اكتر من 30 الف متابع بتنزل عليه فيديوهات بشكل يومي ليها. المهم بسنه 2023 خرجت من البيت عادي جدا وراحت الشغل بتاعها، وبيعدي الوقت وتوزار دي ما بترجعش للبيت، فاهلها بيقلقوا عليها وبيقرروا ان هم يتصلوا على الشرطه. فالشرطه بتبتدي انها تحقق في الموضوع، وبيقدروا ان هم يجيبوا تسجيل كاميرات مراقبه وهي خارجه من المطعم بعد ما خلصت شغل، وبيكتشفوا انها مشت في طريق غير الطريق المتعوده انها تاخده علشان تروح للبيت. فالمهم بتفضل الشرطه تدور عليها وموضوعها بينشهر في تايلاند، لدرجه ان الصحفيه دي اهتمت بالموضوع وبقت كمان هي تدور مع الشرطه على توزار. والبحث عن توزار فضل مستمر لاكتر من اسابيع، لغايه ما الصحفيه دي اللي كانت بتدور عليها في يوم من الايام اثناء ما كانت نايمه بيجي لها حلم ان توزار دي كانت موجوده في معبد قريب جدا من بيتها، وفي شخص انهى حياتها وكمان مسك جسمها ورماه في بير. طبعا انت لو مكان الصحفيه دي هتطن شو تقول حلم عادي، لكن الصحفيه فعلا راحت للمكان اللي فيه المعبد واتجهت على البير اللي كان موجود جواه، وبمجرد ما بدات انها تدور عليه لقت فعلا توزار جواه. وبعد ما جابت الشرطه وطلعت وزار من البير اكتشفوا ان اللي عمل كل ده مين؟ زوجها. ليه؟ وزار دي كانت متجوزه وانفصلت عن زوجها بسبب خلافات كتيره ما بينهم، وزوجها عمل كل ده بسبب ان هي كان ليها عنده فلوس وهو ما كانش عارف يسددها، فقرر ان هو يتخلص منها. وده اللي كشفته كاميرات المراقبه لما لقيوه راكب الموتوسيكل بتاعها وراكنه قدام البيت بتاعه. فيا ترى هل في فعلا حد ممكن يحلم بحلم يحل جريمه زي كده، ولا الموضوع في حاجه تانية؟ دوس هنا وشوف القصه دي هتعجبك.